حكاية نور عمرو دياب. أنا بنت شيرين رضا ومش بمثل، أنا بشتغل رقاصة عايشة لوحدها وبتصرف على نفسها من 5 سنين، بالرغم من إن عندها اضطرابات نفسية وتوحد مثيرة للجدل زي أمها، وبتتجاهل أبوها وبتقول أنا بنت شيرين رضا بعد ما أبوها غنى لها حبيبي يا نور العين. مخطوبة لشاب بريطاني وأعز أصحابها مدرس الرقص المشهور ياسين رشدي. تعالوا نشوف أسرار حكاية نور عمرو دياب. نور عمرو دياب بتعمل محتوى خاص بالأزياء والموضة والرياضة، وبتعتبر البنت الكبيرة للمغني عمرو دياب من مراته الأولى الفنانة شيرين رضا. بدأت نور حياتها في مصر، وبعد ما انفصل أبوها عن أمها في 92 فضلت نور تعيش معاه، لكن شخصية نور اللي بتحب الاستقلال خلتها تعيش بعيدة عن أسرتها. وبعد ما خلصت تعليمها في العلوم البيولوجية سافرت انجلترا واستقلت عن عيلته. نور عندها 32 سنة، اتصابت بمرض التوحد ولكن بنسبة بسيطة. نور اتكلمت كتير على حسابها على انستجرام عن تجربتها مع الاضطراب النفسي، وده اللي صرحت بيه شيرين رضا لما قالت ان بنتها مختلفة عن باقي الناس بانها شخصية جد جدا وما بتفهمش الكلام الغير مباشر وما بتحبش التجمعات والاماكن العامة. نور بتظهر هي وخطيبها على السوشيال ميديا واللي بيشتغل مدرب كمال الأجسام وفي مجال التصوير، واتعرفت نور عليه أثناء إقامتها في لندن، وتحولت علاقة الصداقة القديمة بينهم لحب كبير. كل الأخبار دي بتنشرها نور على حسابها على انستجرام، ده غير هوايتها في صناعة المحتوى الخاص بالستايلست والإكسسوارات والميك اب، ومتابعينها أكتر من 700 ألف متابع. نور اليومين اللي فاتوا عملت ضجة على السوشيال ميديا وفي كل الصحف والمواقع الفنية لما ردت بكل عفوية على واحد من المراسلين بعد ما شكر في طريقة كلامها في اللغة العربية، وأول ما قال لها انتي بنت أهم نجم في الوطن العربي عمرو دياب، وردت نور بشكل سريع وقالت له لا أنا بنت شيرين رضا. وده اللي خلى إشاعات كتير تظهر على السوشيال ميديا عن إن في توتر بينها وبين علاقتها بأبوها. الكلام اللي قالته نور في العرض الخاص لفيلم في عز الظهر اللي بتشارك في بطولته أمها شيرين رضا خلى كتير من الناس تحس إن في خلافات بينها وبين أبوه، والناس تانية شايفة إن ردها طبيعي ومش شرط يكون في أي خلافات ما بينهم، خاصة إنها على صفحتها بتدلع أبوها ودايما بتعبر عن حبها ليه على حسابها على انستجرام. وبعد الفيديو ده انتشر لنور فيديوهات كتير وهي بترقص الباتشاتا مع صاحبها ياسين رشدي، وكتير من الناس اتكلموا عن ان في قصة حب ما بينهم بسبب انه في عيد ميلاد نور السنة دي ياسين كتب لها رسالة رومانسية لفتت انتباه الجمهور لما نشرها على حسابه على السوشيال ميديا، بالاضافة لمقطع فيديو في مجموعة من الرقصات وهم مع بعض، وفي الخلفية اغنية ابوها صدقني خلاص ولكن بصوت ياسين نفسه. وقال ياسين بدأنا بالموسيقى والرقص والأحلام والنهاردة بنينا علاقة حقيقية معا، وختم كلامه بإحنا هنا لكتير من الرقصات وكتير من الأحلام والأيام الجميلة مع بعض، أنا بحبك. الكلام ده عجب أمها شيرين رضا، رغم إنها لما اتسألت في العرض الخاص لفيلمها الجديد نفت إن في أي ارتباط رسمي بين بنتها وياسين، وقالت إن اللي بيجمعهم هو تعاون فني، وده التصريح اللي أثار الجدل بين جمهور شيرين رضا واللي اعتبروا إن رسالة ياسين لنور بتأكد وجود قصة حب بينهم، ده غير ظهوره معاها باستمرار خلال فترة تواجدها في مصر. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، يا ترى في علاقة فعلا بين نور عمرو دياب ومدرس الرقص ياسين رشدي؟